السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. وصل الحمد لله منتخبنا الوطني منتخب مصر لأبيجان عاصمة كوت ديفوار امبارح بالليل الحمد لله. الفندق اللي هم نازلين فيه المنتخب، وهو طبعا فندق خاص بإقامة المنتخب بس، ده يبعد أو بعيد عن الملعب ب3 دقايق بالظبط عن الملعب الرئيسي. المشكلة بس شوية في ملعب التدريبات، يعني ملعب التدريبات بعيد شوية عن الفندق، يعني تلت ساعة تقريبا، لكن الدنيا سهلة إن شاء الله. طبعا في حراسة جامدة جدا على المنتخب المصري، على محمد صلاح نجم عالمي طبعا موجود، هو أظن أعلى نجم حاليا موجود في الكان في أفريقيا. لازم طبعا هيبقى فيها حراسة مشددة عليه من الكاف أو من الفيفا او البعثه المصريه ايا كان يعني، بس اكيد هتبقى في حراسه مشدده عليه. طبعا عارفين النجوم العالميه طبعا بيبقى في مضايقات كتير، الناس اللي هتتصور معاها مش عارف ايه. الناس هناك بتحب محمد صلاح جدا. اتفاجئت طبعا ان الجاليه المصريه هناك مش كبيره قوي، يعني الجاليه المصريه بالكامل في كوت ديفوار 3 او 4000 مواطن مصري هناك يعني. احنا عارفين طبعا المصريين موجودين في كل مكان ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. لكن ربنا يكرم بقى الجالية اللبنانية، يعني نتمنى ان الجالية اللبنانية طبعا تآزر المنتخب المصري، لان الجالية اللبنانية هناك كبيرة جدا في كوت ديفوار. فنتمنى ان هي ان شاء الله تكون في ظهر المنتخب المصري وتساند المنتخب المصري في ماتشاته باذن الله. اتمنى طبعا المنتخب المصري برضو يعني يصعد اول مجموعة، لان اول مجموعة ده معنى كده ان هو يفضل في الملعب الرئيسي اللي هو لعب عليه. فاتمنى برضو منتخب مصر ان شاء الله يعدي اللي هو دور المجموعات ويكون اول المجموعه بتاعته. الاخبار اللي جايه من المنتخب ان شاء الله ان كل اللعيبه سليمه. عمر كمال عبد الواحد اصابه خفيفه، ما قالوش ايه هي بالظبط لكن اصابه خفيفه، فباذن الله هو موجود في التشكيله في اول مباراه في مباراه موزمبيق. ياسر ابراهيم جاهز. محمد الشناوي طبعا ما اتدربش مع المنتخب الفتره اللي فاتت، لكن هيبدا تدريباته اول ما وصل كوت ديفوار، فان شاء الله هيكون جاهز لاول ماتش. محمد الشناوي طبعا هو الحارس الاساسي ورقم 1 في منتخب مصر. فان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير. امبارح وانا بقلب كده في القناه شفت ايه، مهيب كان معاه كابتن حماده صدقي ومعاه كابتن احمد سليمان، فطبيعي ان هم قاعدين بيتكلموا على المنتخب. يعني ملهاش لازمه يا كابتن احمد سليمان تروح زي الزمالك في النص، ما خلاص. يعني احنا قلنا الفتره دي مفيش اهلي وزمالك. يعني الراجل بيساله بالترتيب كده مين بديل مصطفى محمد في الهجوم، الراجل يختار مين، احمد حسن كوكا ولا كهربا ولا مرموش؟ فقال له لا ده مفيش حد زملكاوي فمش هجاوب. ما هو مفيش الا 3 اصلا من الزمالك، ما تخلينا ساكتين يا عم. يعني هو مفيش الا فتوح وزيزو ومحمد صبحي، وفي 2 متاخدين مجامله، مع ان انا بحب فتوح طبعا يعني، لكن فتوح ما بيلعبش بقاله فتره كبيره، فمحمد صبحي اصلا ما بيلعبش ومستواه طين، بس متاخد كده مجامله ماشي. فهو المفروض الطبيعي ان الزمالك هو منها واحد بس زيزو، وغالبا هو ده اللي هيلعب اساسي في البطوله يعني، او هيكون موجود في التشكيله يعني، سواء اساسي او احتياطي. فبلاش عك في الكلام، يعني احنا قلنا يعني حتى حماده صدقي كابتن حماده صدقي راح قايل له لا احنا بقى خلاص يا كابتن دلوقتي احنا بنتكلم على منتخب مصر، بلاش اهلي وزمالك. يعني خلي اللي عندكم دم يا جدعان، يا ما تستضيفوش حد من الزملكاويه في البطوله دي، يعني ما تستضيفوش حد. واحد تاني طالع يقول لك امام عاشور اصلا ما شفتوش، صفر هجاص، انت متغاظ. ومعلش يا كابتن هجاص، معلش يعني كلمة كده للتاريخ، يعني انت بتحاول تاخد مكان مش مكانك. انت مع منتخب مصر كنت احتياطي، ولما رحت الاهلي يعني كانوا بيلعبوك بالعافية، يعني الراجل قال لك انزلك ازاي بكرشك ده، ما يعني الكلام معروف، الكلام معروف. فانت مالكش انجازات اصلا مع المنتخب، وانت عايز تثبت للعالم كله ان انا كنت احسن خط وسط في منتخب مصر وفي الاهلي وفي الزمالك وفي مصر كلها. احسن خط نص جه على مر التاريخ ابو تريكه، محدش هيعدي الراجل ده مهما حد اتكلم ومهما حد نطق. محدش هيعدي ابو تريكه في انجازاته. 3 بطولة افريقيا 2006 2008 2010، حتى لو كان غايب في 2010. الراجل ده عمل تاريخ، عمل تاريخ لنفسه مع المنتخب ومع النادي الاهلي، محدش هيجيب التاريخ بتاعه. فاحسن خط نص صانع العاب هو ابو تريكه على مر تاريخنا ده. فسيبك بقى من الهجص اللي انت بتقعد تهجصه معانا ده، الله يبارك لك. ان شاء الله هنفضل كده مع المنتخب الفتره الجايه دي ان شاء الله لغايه اول ماتش باذن الله يوم الاحد اللي جاي الساعه 7. ما تنسوش يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله الساعه 7 ماتش مصر وموزمبيق، وبعد كده هنلاعب غانا يوم الخميس الساعه 9، وتالت ماتش الساعه 10 ان شاء الله. فيا رب
النصر لمصر دايما، وبالتوفيق لمنتخبنا المصري في البطولة دي، ويرفع البطولة الأفريقية اللي غايبة عننا بقالها 13 سنة. أشوفكم على خير في فيديو جديد مع أهلاوي الأبد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.